موقف حقيقي بيحصل معايا وانا كمان شخصيا اتعرضت له، ما كانش عاجبني يعني. ان حد جه طلب مني مساعده في الشارع وانا ساعدته يعني على قد ما قدرت وعلى قد استطاعتي. فهل يرضيك؟ بصراحة يعني الظاهرة دي بتحصل كتير خالص يعني. كل الناس بتعمل كده، وفي الحقيقة هو مفيش حد يعني بيروح مكان هو مش معاه فلوس أو بيطلع من بلد وهو مش معاه فلوس، ولكن الناس بدأت تبتكر سبل جديدة للتسول، منهم اللي بيطلع عياله في الشوارع ومنهم اللي بيعمل كده. فعلا ومنتشر جامد. انت حصلت معي انا من يومين. عشان كده كمان الموقف اللي هو بيقوله او اللي بيتقال موقف حقيقي يتصدق، بس ببص بلاقي ان نفس الشخص بعد ما اخذ المساعده هو ما مشيش بل كمل في الكذبه اللي هو بيعملها. فتعالوا بينا نشوف. صراحة بعد إذنك بس معلش ثانية واحدة. أنا والله فلوس وقعت مني، ما أعرف بصراحة يعني. لو معاك 100 جنيه بس روح. 100 جنيه 80 أي حاجة، ما أعرف بصراحة. أنا أخليك انا ماشي برضه زيها. ماشي شكرا. ماشي. هو انت لسه ما رحتش لحد دلوقتي؟ مين أنت؟ ايوه يا استاذ. انت لسه ما رحتش؟ هو تبعك ولا إيه؟ لا يا أستاذ، شكرا يا أستاذ. وانا نفهم بس. بعد إذنك بس عشان أحكي الوصولات بتاعتي. ايوه طب انت قايل ان انت ماشي من بدري إيه؟ واخدت مني 100 جنيه. كده؟ أستاذ أنا ما أعرفوش أصلا. ازاي؟ الشخص ده وقفني في الشارع وقال لي انا محتاج اروح ومش معايا فلوس، اديت له 100 جنيه. أستاذ مش أنا، مش أنا أستاذ، أنا أول مرة أشوفه. لا انت مش انت قلت لي محفظتي وقعت هو مني؟ لسه واخد مني برضه فلوس برضه. خد منك كمان انت فلوس تاني؟ ازاي الكلام؟ خد يا خد يا استاذ ازاي؟ بس يا استاذ. هو انت بتقلب فينا ولا ايه؟ واحنا معانا فلوس يا عم ليكو؟ أستاذ أنا يا عم انت مش قايل لي أستاذ أول مرة محفظتي وقعت؟ أشوفك. انا مديك 100 جنيه يا عم. لا يا استاذ. هو تبعك ولا ايه؟ أستاذ أنا ما أعرفوش. انا وانت ايه؟ ده بقول انا وانت فاكرنا هنقسم فلوس سوا. انا وانت. ايه الناس دي؟ تبع انت يا استاذ. طلع فلوسنا يا استاذ مش كده. كده. بعد ما ناخد ماشي حتى ال 20 جنيه. طب وال 100 جنيه وال 100 جنيه بتاعت الاستاذ. خد